هل تعلم أن أخطر عملية اغتيال في التاريخ نفذت بمظلة؟ عام 1978 كان الصحفي البلغاري جورجي ماركوف واقفاً على جسر ووترلو في لندن ينتظر الحافلة، يوم عادي تماماً. فجأة شعر بوخز خفيف في ساقه، التفت فرأى رجلاً غريباً يحمل مظلة، اعتذر منه ببرود ثم مضى. لم يعرف ماركوف أن تلك اللحظة كانت آخر أيامه. بعد 3 أيام مات في المستشفى. الأطباء لم يفهموا شيئاً في البداية. لاحقاً اكتشف المحققون حبة معدنية صغيرة جداً داخل ساقه، لا يتجاوز حجمها حجم رأس الدبوس. كانت محشوة بالريسين، وهو سم لا يوجد له ترياق. المظلة كانت سلاحاً معدلاً صمم خصيصاً لإطلاق تلك الحبة دون أن يشعر أحد. الكي جي بي نفذ العملية لصالح الحكومة البلغارية في وضح النهار وسط الناس. لم يحاكم أحد حتى اليوم. الحرب الباردة لم تكن فقط في الخفاء، أحياناً كانت تقف بجانبك في الشارع.